صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده يا ولاد جايبالكوا كوليكشن حلو جدا من العبايات البيتي والاستقبال والدرسات. زي ما انتوا شايفين كده المكان ده كنز يا ولاد. المكان ده جميل جدا جدا وفيه شوية عبايات وشوية درسات وحاجات استقبال العرايس جميلة جدا. قبل ما ندخل على الفيديو كده ونشوف الفيديو بتاعنا، ما تنسوش لو انتوا لسه اول مره بتتابعوني وبتشوفوا قناتي، يا ريت بقى تنزلي بقى تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا الاشعارات الجديده كل ما انزل فيديو جديد. ولو انتم متابعين الفيسبوك ما تنسوش تعملي له متابعه علشان القناه كده تكبر بيكوا وليكوا يا احلى ناس في الدنيا كلها. ما تنسوش بقى تكتبوا لي كلمتين حلوين كده تحت الفيديو تشجيعا ل يعني اننا نستمر. وطبعا وجودكم معايا في قناتي كالعادة على راسي من فوق. وطبعا عايزة الناس كلها اللي دخلت معايا القناة سواء من داخل مصر او من خارج مصر قولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد علشان خاطر انزل ارحب بيكم. ووجودكم كالعادة على راسي من فوق. تعالوا يا ولاد شوفوا جمال العبايات والدرسات. وفي هنا كاردينات جميلة طويلة وجميلة شكلها تحفة قوي. الماتيريال بتاعهم حلو قوي. منزلين كوليكشن جميل جدا جدا من العبايات والدرسات وعبايات الاستقبال لكل العرايس الجميلة اللي بتدور على المكان ده علشان خاطر تجهز منه عبايات. كمان بيكون موجود عندهم العبايات الصيفي في فصل الشتاء برضو موجود. وبصوا عندهم الشتوي والصيفي موجودين على طول لكل العرايس، لان في عرايس بتبقى داخله في الشتاء متجوزه في الشتاء فبتبقى مثلا عايزه صيفي، فهو موجود عندهم كل حاجه باذن الله. ان شاء الله باذن الله سيب لكم كل وسائل التواصل بتاعتهم في اول كومنت مثبت سواء صفحه البيج وارقام للتواصل وفي شحن كمان للي عايز يتواصل معهم. بصراحه حاجتهم جميله جدا وعندهم كوليكشن حلو جدا جدا. وتعالوا بقى نشوف هو هيورينا الحاجات اللي موجوده عندهم يعني جزء منها. وعندهم الدريسات وحاجات جميله جدا فحبيت ان انا اصور معاكم واعرفكم برضو على المكان. حاجات للعرايس زي كل عروسه بتجهز. المكان ده جميل جدا والله وفيه شويه حاجات حلوه جدا. في منها الوان برضو. عندنا اوبنات زي دي كده. الحاجات دي معمول عليها كلها سيل. ده اوبن وش وده. الحاجات دي كلها على خصم؟ كلها عليها خصم. كل الحاجات دي عليها خصم 30%. كل الحاجات دي عليها خصم 30%. وكمان بيبقى في خصومات للعرايس اللي بتاخد كميه. مظبوط ولا ايه؟ تمام. اي عروسه ان شاء الله باذن الله تاخد عليها خصم 30%. في حاجات قصيره وفي حاجات طويله كمان. بس الحاجات القصيره دي خدي فكره عنها برضه. خلي الموبايل ده في ايدك. الحاجات القصيره دي كاشات بقى. حاجات الصيف. حاجات الصيف بتبقى جميله قوي. شايفين يا ولاد؟ الكاش عامل ازاي؟ دي كاشات حاجات جميله جدا بصراحه. الكاشات دي عامله ازاي؟ حاجات مختلفه برضه للعرايس للبيت للستايل اللي ما بيلبسش عبايه خالص. دي كاشات. بصي حاجات نص كم عامله ازاي؟ نص كم فرشه للبيت. ودي حاجات بنص كم بيتي كده جميله. بالظبط كده بتبقى جميله قوي في اللبس. بس حاجات اوف شولدر بقى مطرقعه. لون السيف. حاجات اوف شولدر. كل دي حاجات بيتي طريه جدا صيفي حلوه جدا. عندهم تشكيلة عبايات بصراحة حلوة جدا. وفي موديلات برضو جميلة. دي ليها حزام داخلي. اللبس بتبقى جميلة أوي. ترند بقى شغل الساحل وشغل ما شاء الله جميل جدا. جميلة جدا. حاجة عاملة ازاي؟ قصيرة كده بجيبين بكرانيش للبيت برضه جميلة أوي. لا وكمان الخامات والماتيريال بتاعهم حلوة أوي يعني. كشت حصل لها اي حاجه بتاعتنا وليكي فلوسك. حاجه نزلت لون على لون كمان احنا بنديكي حاجه اصليه يعني حاجه بفضل الله بتتكلم عن نفسها.
اي حاجه تحصل للمنتج بتاعنا ليكي فلوسك تاني. عندنا حاجات طويله برضو بكم، كل الكوليكشن ده حاجات طويله بكم. بس عامله ازاي؟ حاجات برضو العرايس تحفه، حاجات بكم، خامه مراسي قطن بقى جميله جدا. الحاجات دي ده بيبقى شغل قطن في دبكة. على فكرة في ناس جدا يعني كتير جدا ما تعرفش اماكن العبايات ولا الحاجات اللي احنا عشان بتتباع. لسه كمان فاتحين جديد ولسه بنعمل دعايه الايام اللي جايه دي، لسه ان شاء الله هننطلق في الدعايه باذن الله. ان شاء الله هنبدا باذن نشتري الله. دعايه اكتر وهنظهر المكان اكتر. بس هو المكان يعني بفضل الله في حاجات بفضل الله مش هتلاقي عند حد، ده شغل مصنعنا احنا. لا ما شاء وشغل الله فكرنا كل احنا حاجة وشغل دماغنا جميلة. احنا. تمام. اي حاجه بيحصل لها معاكي في الغسيل ولا في اللبس حاجه طبعا انت ضامنه فلوسك بتاعتنا وليكي فلوسك في اي وقت. يعني انت بتاخدي من المكان وبتخرجي بتغسلي بتجربي فهماني، تاني يوم لو فيها اي حاجه بتاعتنا وليكي فلوسك. طبعا اللي هيجرب حاجتنا بفضل الله مش هيبص لغيرنا وهيجي يشتري من عندنا على طول باذن الله يعني. بفضل الله يعني. وبصوا انا كمان هبقى اسيب لكم العنوان ورقم التليفون وصفحة البيج بتاعتهم في اول كومنت مسبب. وان شاء الله اللي حابب يتواصل معاهم وان شاء الله باذن الله تابعوا العروض بتاعتنا بتاع الشتوي باذن الله. اكبر كوليكشن شتوي باذن الله في مصر كلها، قطيفه، براشات، شموع، بالطو، خروج، فاهماني، كل حاجه هتلاقيها باذن الله في المكان في الشتاء ان شاء الله باذن واحد احد. في حاجة برضو تاني توريها لهم؟ في حاجات كتير بس انا يعني الحاجات الكتير اللي انا هوريها في حاجات يعني وريهم من كل حاجة حاجة. بصوا شايفين دي كلها موديلات عبايات جميلة جدا بألوان حلوة قوي. انا بشتري في المدرسه بس بدور لك شاشه اكتر بس انا ما كنتش شايف مني قبل كده صح؟ لا انا بقالي شهر بس انا فاكر العروسه على العروسه دي. كنت بجيب لبنتي من المدرسه. بص احنا وريناكي كوليكشن القصير تمام، ووريناكي حاجات طويله برضو، والحاجات كل كوليكشن كل ستايل وريتهولك بيبقى في منه ستايلات ثانيه كتير. ندخل في الحاجات المشجره دي بيبقى عليها سيل برضو حلو قوي. الحاجات دي بتتباع ترندات على النت تمام، وعلى خامات كمان ايه يعني خامات عاديه. احنا بنديك الخامه الاصليه، ده الدريس التركي والقصه الاصليه. شايفين الجمال ما شاء الله، حاجات جميله جدا ما شاء الله. تبقى الكلوش بتاعها من تحت بيبقى متر 70، في ناس بتعمل لك الكلوش متر 20. احنا بنعمله فيه فرق 50 سم زياده من تحت. بص القصه بتاعته عامله ازاي، ده على الطبيعه بفضل الله. شغل بقى شغل الصيف والوان الصيف، حاجات مجوشه. القصه الاصليه برضو قصه الميكس فرنسي. عايزه اقول لكم برضو ان في وقت الشتاء هتلاقوا برضو موجود العبايات الصيفي دي باذن الله. صح عندكم موجود العبايات الصيفي في الشتاء؟ احنا طبعا في الشتاء عشان في عرايس بتبقى تدخل في الشتاء. احنا الصيفي ما بنخلاش منه. في عرايس كتير. الصيفي عندنا في المكان على طول. بص القصه برضو بتاعت دي عامله ازاي، جميل قوي، حاجات جميله قوي. دي الترند بابل كريب مستورد. بص الشغل الصوف قرب على تفاصيل العبايه كده. بص الشغل الصوف بتاعها، الكم بتاعها بامبي. بص الكم بتاعها عامل ازاي، كم بامبي حلو قوي في اللبس. دي العبايه برضو الترند. بص عامله ازاي، الحاجات دي كلها ترند طبعا، حاجات متاحه تمام. وفي كمان يعني كوليكشن كبير جدا باذن الله. كل خميس بندخل لنا بضاعه المكان بفضل الله، بيدخل كوليكشن اكتر واعلى وفاهماني، وخامات كلها بفضل الله اصليه. عندنا برضو حاجات للبيت زي كده، الناس اللي بتحب الاوف شولدرات والحاجات اللي هي بتاعت الصيف دي فاهماني، بتنزل برضو مختلفه جدا. بس تفاصيل برضو العبايه، شغل بلابل من الجناب فاهماني، حاجات جميله قوي في اللبس. طبعا الحاجات الطويله وريكي بقى الحاجات اللي هي المغربي. اي ستايل بفضل الله تلاقي هنا حاجات اللي هي المغربي. بصوا المحل اسمه الهنا ستور. طبعا الشغل ده ما بيخلاش، طبعا انت عارفه شغل رمضان برضو عندنا والشغل الكلام ده كله. بص كده ده شغل رمضاني طبعا عندنا. الستايلات دي ما بنخلاش منها، الستايل اللي هو المغربي القصه الاصليه برضو. دي الطباعه اللي هي الاصليه، ولا تتشال في الغسيل ولا في اللبس ولا يحصل لها اي حاجه. الحاجات دي ما بتطلعش، لا دي ثابته معاكي في الغسيل. برضو حاجات ترتل زي كده مغربي، ستايل مغربي. ممكن في بنات بتلبسها على ليجان كده وكوتش بتنزل بيها، جميله جدا، تبقى حلوه قوي. تنفع في مصايف، تنفع في استقبال، تنفع في كل حاجه. وان شاء الله باذن الله برضه يعني احنا عندنا كوليكشن. طب قول لهم بقى على العروض، قول لهم على المكان. المكان شارع طنطا، شارع بطرس مع سعيد، جنب كافيه ستيريو على طول.
في شارع حي سان طنطا. خلاص ماشي، وانا هسيب لكم كل حاجه في اول كومنت مسبب باذن الله، وان شاء الله باذن الله اي حد هيجي يتابع حضرتك باذن الله ليه خصم تاني كمان. اي حد تابع حضرتك باذن الله هيجي من على صفحه حضرتك ليه خصم معانا. صفحتي اسمها عائله ميرو كوكي. العروسه عندنا بفضل الله بصي بتخرج مش ناقصها اي حاجه. العروسه بتدخل عندنا باذن الله. بصوا يا جماعه، انا واخده الحاجات دي كلها لاختي، يعني عايزه اقول لكم بجد المحل فيه شويه تشكيل حلوه جدا جدا، فاللي هيجي هنا مش هيطلع الا هو بصوا زي كده، مش هيفكر يبص بره اصلا. يعني هو خلاص هو هيجي لنا هيفضل عندنا على طول ان شاء الله، مش اول مره ونيجي برضو تاني. يا باشا ده شرف لينا والله، مكان حضرتك في اي وقت. تسلم، ربنا يخليك باذن الله، وان شاء الله نطلع عند حسن ظنكم كده والحاجات تعجبكم ان شاء الله باذن الله، وحاجه كده تشرفكم وتشرفنا باذن الله مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يا رب يطمنا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام.